كل التقنيات اللي قصادكم دي معموله من شخص واحد بس خلال 3 ايام. عايز اوري لكم حاجه من احلى الحاجات اللي شفتها من فتره كبيره جدا. اللي عمل الترخيم ده واللي عمل القطعه التحفه دي اللي هي عباره عن كونكريت من تحت وخشب في النص وريزن من فوق وباين الحاجات دي كلها، في نفس الوقت اللي عمل القطعه التحفه العالميه اللي عمل الشادي شيك ده والتقنيه الجباره دي. كل التقنيات اللي قصادكم دي معموله من شخص واحد بس خلال 3 ايام، من زيرو تقريبا ديكوباج لشطاره كبيره جدا واتقان رهيب جدا. التابلو ده احنا عارفين ان مش اي حد يقدر يعمله حتى لو مبتدئ، لا اللي عمل دي اول مره في حياته يشتغل ديكوباج. فاحنا عندنا هنا كونكريت وعندنا ريزن معمول نصين، نص كونكريت ونص ريزن وجواه احجار تحفه. اصعب التقنيات كلها اتعملت: تقنيه موجه البحر، تقنيه التركيب، تقنيات الديكوباج على الازاز، تقنيات التعتيق. شايفين الطبقات يا جماعه؟ تحفه عظيمه. طبعا الشمع معمول فيه احجار ومعمول فيه ورق ذهب، ده شمع فواحات. شمعة هنا لونين رهيبه، ودي شمعة بتشتغل مش بس فواح. ديكوباج على صابون وديكوباج على قماش. طبعا احنا ما لحقناش ان احنا نوري لكم كل الحاجات، بس لازم اصور لكم فيديو واوري لكم ان الموضوع محتاج بس حد حابب وعايز، وما شاء الله تبارك الله الانتاج بيبقى خرافي. شمع على الميه وتحتيه جليتر وتحتيه احجار وبيفضل كده بقى. ده شمع جواه صدف تحفه ما فيهوش بابلز. يا جماعه التقنيه دي عشان حد يعملها ما فيهاش بابلز دي حاجه من سبع المستحيلات، وانا عارف انا بقول لكم. شمع فواح برضو بيبقى على شكل فواكه كده. لو عايز تشتري خامات فالويب سايت في اول البايو فوق تقدر تخش على الويب سايت، هتلاقي في الويب سايت كل الخامات اللي انت محتاجها. تحطه بالاوردر هيوصل لك خلال 3 ايام، ولو انت بره مصر هيوصل لك في 7 ايام.